ستذكر بعد سويعات نعم. من سيأتيك يقول من العايدين يا أبو عبد الله، وكل عام وأنتم بخير. واليوم غربت شمس آخر يوم من أيام رمضان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليكملوا العدة وليكبروا الله. ترى هالكلام اللي أقوله يا أحبابي باقي عليه سويعات، إذا جمعنا ما بقي من رمضان هي سويعات، ثم بعد ذلك سنهنئ بعضنا البعض، وسيرحل وسيقف على عتبات رمضان في آخره أناس وفي قلوبهم حسرة وفي عيونهم دمعة وفي حناجرهم طعنة. سببها ألم سببه هو الذي سنتحدث عنه ونحن في اليوم 16 الآن من رمضان، وتحدث عنها أصحاب الفضيلة من أول رمضان. سببه ذاك التفريط الذي لربما البعض منا لا زال مشروع القيام في رمضان والطاعات في ما ابتدأ إلى الآن، لا زال نائم، لا زال يرى أن رمضان موسم للعب الطائرة، لا زال يرى أن رمضان موسم للترفيه فقط، مع أنك ممكن تلعب طائرة وممكن ترفه نفسك، لكن بعد أن تسدد الفواتير الطاعة في ميدان الطاعة وفي ميدان المسابقة وفي ميدان المسارعة إنه رمضان. يكفي رمضان جمال أنه لا زال يا من لا زال حيا، الله يمد في أعماركم على الطاعة، اللي لا زال حي، لأن اللي مات ما أدرك رمضان، واللي مات قبل هذا اليوم ما أدرك العيد. أقول اللي لا زال حي من فضل الله عليك أن لله مع غروب شمس كل يوم عتقاء من النار. الله. والله يا أحبابي إن الذي ينتظر أن يرفع اسمه إلى السماء مع المعتقين من النار أن حاله من الإخبات والإنابة والتوبة والرجوع والبكاء والسجود والتلذذ بالذكر والتلذذ بالتلاوة والتلذذ بالنفقة حالة عجيبة. وإذا قيل له لما؟ قال يا شيخ أطمع من الله الكريم العظيم أن يجعلني هذا اليوم تغيب ذنوبي كما غربت الشمس، فالله يجمل كل ليلة جنته، الله له عتقاء كل ليلة، ووعد من قام إيمانا واحتسابا بمغفرة ما تقدم. هنا ترى يا شيخ ملحظ ذكره بعض أهل العلم، هل ما تقدم الكبائر أم الصغائر أم الكبائر والصغائر؟ قول قوي من أقوال أهل العلم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكذلك قام وكذلك ليلة القدر. قول قوي أن المراد أن الله يغفر ما تقدم من الذنوب الصغائر والكبائر، ما شاء الله. يبقى فقط حقوق الخلق عليك بالتوبة وردها. معنى ذلك أن الله عندما أدخلنا رمضان ومدرسة رمضان أدخلنا لأنه يحبنا ولأنه لا يريد أن يعذبنا. الله جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم سبحانه وتعالى، الله الغفور الرحيم. لذا أقول أقسام الناس، بعض الناس ابتدأ ضعيفا واليوم أفاق وابتدأت قوته فيما بقي من رمضان في النصف الأخير، وهذا هنيئا له هنيئا له. وهناك من ابتدأ وعمله ديمة من أول ليلة إلى هذه. أنا أعرف شايب وقلتها أكثر من مرة، شايب يختم كل يوم مرة في قرية من قرى نجد، وأعرف من يقرأ الآن يختم كل 3 مرة. يقول واحد يا شيخ 3 مرة يا ابن الحلال، لو ما قيولا كل حرف بريال ختمتها أنت مرتين. صحيح. ما هو لأن اللي يقرأ في يعني اللي يقرأ في 9 ساعات 11 ساعة ينهي رمضان، ينهي القرآن في يوم. ما أقول لك القضية على عدد الختمات، أقول يا شيخ كيف الموسم يرحل وبهذه السرعة التي تجعل الحليم حيران، وبعضنا لا زال يفكر. أعود إذن القسم الأول كان ضعيفا، ثم لما انتصف الشهر أفاق، وها هو سيستقبل العشر الأواخر بنية عجيبة وبعمل ديمة. رمضان شهر القرآن. أذنت لي يا شيخنا الكريم، يعني الآن في الصفحة الواحدة فيها 450 حرف ما شاء الله. فإذا ضربنا الحسنة ب10 أمثالها تكون 4500 حرف في الصفحة الواحدة من القرآن الكريم. لو قيل مثلا من قرأ هذه الصفحة لها 2000 ريال، لربما تجد الناس لا يفترون، يمكن حتى يقللون ساعات النوم من أجل يعني أن يحصلوا لعاعة هذه الدنيا. وهذا هو الفرق بيننا وبين السلف يرون أن وعد الله حق، وبما أن وعد الله حق إذن هم يقرؤون ليس فقط لكسب شيء، هم يقولون هو القرآن أنزل في هذا الشهر، وكان الحبيب يعارض القرآن ويقرأه بينه وبين جبريل في آخر عام مرتين، وكانت قراءة السلف له ديمة. السلف الصالح ما يعرفون رمضان، ما يعرفون القرآن فقط في رمضان، العمر كله، لكنهم في رمضان يغلقون الحوانيت. حتى في شهر شعبان كان كثير من السلف الصالح يغلق أسواقه ليتفرغ لرمضان، لكي إذا أتى لرمضان إلى يكون قد ألف
تهيؤ واستعد وألف قلبه. ويصومون في رمضان لماذا؟ حتى إذا دخل أول يوم. بعض شبابنا يا شيخ صابه صداع واكتئاب ويقول لأمه يوم بفطر أول يوم صاك راسه. وبعض شبابنا تلقاه من الدلة أول يوم لو تكلمه واصل لين هنا لا أحد يسولف معه، يبيها الفنجال الخرمة ذي. زين، مع أنه لو كان يصوم قبل لو وصل إلى رمضان. إذن أعود، الثاني هو الذي عمله ديما ما تغير، بالعكس متى سينشط ويضاعف أضعاف أضعاف ما كان عليه مع دخول العشر الأواخر من رمضان. الثالث هذا المسكين، طبعا هم 4. الثالث بدأ ضعيف والآن أضعف، يعني كان يصلي الآن. أنا أمس في صلاة التراويح أقام الإمام أقام الإمام لصلاة في العاصمة لصلاة العشاء وصف ونصف، صحيح ختم ب4 صفوف. أنا أذكر أول يوم كانوا 7 صفوف، ما شاء الله 7 صفوف. ماذا يعني ما هذا التسرب؟ ما هذا الاختفاء؟ أهو استغناء عن رمضان؟ لا، لكن في مشاكل رأيت أننا نتحدث عنها وهي مشاكل قلبية. زين، يعني غالبا يا أحبابي لعلهم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم